السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فيديو مختلف، هنعمل منيو الاسبوع، فكرة جديدة وعايزة رأيكم فيها، نكملها مع بعض ولا نعمل فيديو ده ما نعملش حاجة تاني. نبدأ مع بعض. هنعمل مع بعض الفراخ المشوية نقدمها بطريقة المطاعم. هنجيب معانا لبن رايب ونحط البهارات اللي احنا بنحبها للفراخ، ونحط دبس رمان ومعلقة زيت وليمونة معصورة، وهنتبل فيها الفراخ. انا هنا عم مستخدمة اوراق فراخ، انت حابة تستخدمي فرخة كاملة تمام، وهنتبلها كويس ونسيبها على الاقل ساعه، ولو انت حابه تعمليها من قبلها بليله تمام، بس حطيها في التلاجة. وهنجيب شبكه الفرن ونرص عليها الفراخ، نحطها على صينيه، ونحط في الصينيه من تحت ميه سخنه، ونحط فيها ليمونه، ونحط فيها الورق لوري وحبهان وقرنفل. هنا هنحط وفصين توم. هنا دهنا الفراخ زيت عشان ما تلزقش في الشبكه. وهنقدم جنبها رز اصفر، هنكرمل معلقه سكر ونحط زيت ونقلب فيها الرز، ونحط البهارات بتاعته ونحط كركم. خلاص كده. ونبدا ان الفراخ طلعت معانا من الفرن، نحط لها فحميه عشان ندخنها تبقى بريحه الفحم. وهنا الرز معانا استوى، نبدا هنقدم الفراخ في طبق لوحدها والرز في طبق لوحده لو احنا حابين. نقدمها بطريقه المطاعم، ونحط في طبق على جنب رز، ونحط جنبه الفراخ وواحدتين سمبوسك، وبألف هنا وشفا. هيكون معانا كمان سمك مشوي. هنا ده سمك بلطي، هنجيب سمك بلطي نغسله كويس تحت الميه الجاريه. وبعد كده هنجيب ده الخلاط، هنجيب معانا كل الخلطه، ملح وكمون وكزبره وطماطمايه وبصلايه وفص وراس توم وقرن فلفل حار، ونحط عليهم كمان عود كرفس. هنضرب الخلطه كويس قوي في الخلاط، وليمونتين كبار متقطعين. وبعد كده نجيب الخلطه من الخلاط نمسح بيها السمك. وبعد كده هنجيب رده، هنجيب صينيه نحط عليها رده، وبعد كده نقلب السمك من ناحيتين، من ناحيه دي ومن ناحيه دي. وبعد كده نروح جايبين صينيه تكون قديمه عندنا على النار عاملينها للشوي بس، او تكون صاجه، ونحط عليها السمك نشويه. هنا هنجيب كميه من الخلطه نحطها في ارضيه الطبق اللي هنقدم فيه، وهنا نشوي معانا السمك. وبعد كده هنطلع السمك ده اللي معانا على الخلطه. ده بطريقه سهله وجميله. يبقى دي كمان الوصفه معانا كمان الاسبوع دوت اللي هو السمك المشوي تمام كده، وهنقدمه بطريقه حلوه وبألف هنا وشفا. سرحتوا مني صح؟ لا، يا ريت اللي يتفرج على الاول مره يعمل اشتراك في القناه، ما ينساش يدوس اللايك ويسيب لي تعليق حلو. نكمل معانا الوصفات. هنا هنعمل مع بعض طبق بصاره انما تحفه. هنجيب معانا ربع كيلو فول مدشوش او فول بصاره، قولي للراجل كده، وهنجيب عليه قرن فلفل حار، بصلايه، ربطه خضره تمام، وهنحط عليهم ميه سخنه ونولع عليهم على النار. هنا حابه تضيفي التوم تمام، مش حابه تضيفي توم براحتك. انا ما بضيفش توم هنا علشان القولون وكده، بحب التوم في الطشه بتاعته. خلاص. هنا بعد ما بيستوي معانا على النار بنضربه في الخلاط، بنجيب معلقه كبيره فيها زيت، ونقلي بصلايه، بنقطع البصلايه قطع مربعات صغيره وبنقليها على البوتاجاز. هنا بنحمرها، بنعملها تقليه زي بتاعه الكشري بالظبط. انا هنا مع يعني انت حاولي اعملي التقليه زي ما انت ما بتحبي، تحبيها اكتر من كده زودي البصل شويه. خلاص كده. اول ما تحمر معايا احط معاها فص ثوم واقلبها، او تقليبه واحده بس لغايه لما ريحه الثوم تطلع. بعد كده هروح جايبه شايله معلقه بصل على جنب، واروح مصفيه الفول اللي انا ضربته في الخلاط على البصله، واحط لها كمون وشويه نعناع ناشفين، واظبط الملح بتاعها وكده. وبألف هنا وشفا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. خلاص. وهنحط على وشها البصل اللي احنا ركناه على جنب، والهنا والشفا. هنعمل مع بعض كمان كبد وقوانص. هنجيب بصلايه نحطها في معلقه سمنه او زيت، ونشوح البصلايه كويس قوي. بعد ما نشوحها ويبدا لونها يدبل معانا، نحط عليها معلقه توم مدقوقه بقرن فلفل شطه او قرن فلفل حار، وبعد كده نقلبهم مع بعض لغايه ريحه التوم ما تطلع. بعد كده نبدا نقص القوانص الاول علشان القوانص بتاخد سوا اكتر من الكبده، ونحط عليها رشه فلفل اسمر، ونفضل نقلبها لغايه لما القوانص تبقى نص سوا معانا. وبعد كده نركنها على جنب ونحط الكبده ما بتاخدش سوا كتير. هنشوح الكبده الاول شويه على جنب كده زي ما هي محطوطه، واول ما تبدا لونها يغير من تحت هنبدا نقلبها كلها ببعضها وندخلها في القوانص. ليه دي لوحدها ودي لوحدها؟ قلنا عشان الكبده نيه والقوانص كانت مستويه، لو حطيناهم على بعض على طول هيزفروا بعض. خلاص كده. وبعد كده نحط معانا معلقه كمون، ونظبط الملح بتاعنا على حسب الرغبه، وهنقلبها. حابه تحطي معاها فلفل الوان هتحطي، حابه تستكفي بيها كده خلاص. وهتاكليها يا بالعيش يا اما بشويه رز بالشعريه، هتبقى حلوه قوي. وكده اليوم يبقى يكون معانا خلص، ونبدا يوم جديد مع بعض ونعمل حاجه جديده. النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس بالفراخ. هنجيب صينيه نحطها على النار، نحط فيها معلقه زيت ونشوح فيها الفراخ ونحطها على جنب. هنجيب بصلتين كبار ونقطعهم طرنشات او هنقطعهم جوانح زي ما احنا شايفين كده بالظبط في الفيديو، يكونوا رقيقين. وهندعكم ملح وفلفل اسمر، كمون، كزبره، شويه بابريكا للون، وهنحط عليهم رشه حبهان ورشه جنزبيل. وهنقلب فيهم الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط. هنا البطاطس عندنا مقطعينها شرايح وسط، وهنقص نص الخليط وهنقلب في النص التاني كميه البطاطس الموجوده عندنا.
لو انت ما بتحبيش البطاطس مهريه قوي تكبري التقطيعه شويه، هتخنيها شويه. خلاص كده. هنا عندنا الفراخ هنشيلها من الصينيه دي اللي هنكمل فيها بقيه الوصفه بتاعتنا عشان ناخد البهاريز اللي نزلت من الفراخ. هنا نرص البطاطس بعد ما قلبناها في الطماطم، وهنرص عليها الفراخ وهنحط عليها باقي كميه الطماطم اللي احنا راكنينها على جنب، وهنولع عليها البوتاجاز على النار من فوق، ولما تستوي هنحطها في الفرن تاخد تشميع او نحمر وش الصينيه في الفرن، وهناكلها بألف هنا وشفا، ويا رب تعجبكم. وقدمنا معاها رز حبه وحبه. وهنعمل كمان معانا في المنيو هنعمل بيض بالبصل. هنجيب معانا بسيط قوي، هنجيب 3 4 بصلات كبار ونقطعهم شرايح متوسطه، لا رقيقه ولا تخينه، وهنشوحهم هنشوحهم في السمنه لغايه لما يدبل خالص ويدخلوا على الكرمله. مش هكرمله انا، هنا هدخله بس على الكرمله يدوبك لونه يصفر بسيط. خلاص كده هفضل اقلبه لغايه لما لونه يعمل معايا، احط له ملح وفلفل اسمر، وما بحطش اكتر من كده، ورشه جنزبيل. خلاص كده هقلب. هو خلاص كده البصل دبل معايا وخلاص بدا ادخل على الكرمله بسيط. هروح جايبه البيض الكميه العدد اللي انا عايزاه، 3 4 بيضات على حسب عدد افراد الاسره، واروح حاطاه في الطاسه واروح مغطيه عليه واسيبه لغايه لما يستوي. اعرف استوى ازاي؟ انا اغذي السكينه رفيعه في البيض، لو البيضه طلعت السكينه طلعت نضيفه يبقى كده البيض استوى وخلاص. ودي هتبقى الوجبه من ضمن المنيو بتاعنا النهارده، وجبه خفيفه وسهله وفي نفس الوقت مش مكلفه. هنعمل مع بعض طاجن مكرونه بالجمبري. هنجيب الجمبري ده جمبري وسط، هجيبه اقشره وانا اشيل الكيس الرمل اللي جواه واشطفه بميه جاريه تحت الحنفيه، مش اكتر من كده. وهجيبه واحطه في بوله واقطع الجمبريه نصين عشان تبقى قد حجم المكرونه اللي عندي، واعصر عليه عصرتين ليمون واحط عليها فصين توم وقرن فلفل احمر وقرن فلفل حار وعودين شبت. وهنا هنجيب طاسه فيها معلقتين زبده واشوح فيها الجمبري، مجرد تشويح مش هسويه، لان الجمبري لو سويته وتدخل الفرن كمان يبقى عامل زي الكوتش، مش هيبقى طعمه حلو. هنا هنعمل الصوص الابيض، معلقتين دقيق، معلقه زيت، معلقه سمنه، ونقلبهم. مجرد نشم ريحه الدقيق هنحط فص ثوم مهروس وهنظبط اللبن بتاعي. يبقى هنا عندنا الصوص الابيض نحط عليه عود شبت. وهنا هنحط المكرونه وعليها البشاميل او عليها الجمبري ونقلبه كويس علشان يشربوا من نكهه بعض. وهنا هنجيب الطاجن ونحط فيه كميه المكرونه وعليها طبقه صوص ابيض من فوق الوش، وبعد كده طبقه جبنه خفيفه. تمام كده. ده الطاجن الاولاني. الطاجن التاني هنجيبه هنحط فيه المكرونه وهنحط عليه طبقه جبنه كويسه من فوق الوش، او طبقه جبنه كتيره شويه عشان احنا هنا نعتمد على الوش على الجبنه بس. هنقول اني افضل؟ لا، اللي كان بالجبنه بس كان طعمه افضل وكان طعمه احلى. ويا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. احنا هندخل الطواجن الفرن، وهنا الطواجن طلعت معانا وهنزينها للتقديم. هنا زينا الطاجن الاولاني بالشبت، وديت قشره ليمونه عملناها على شكل ورده وحطيناها فوق الوش وهنقدمه بالطريقه دي. اما الطاجن التاني حطينا عود شبت في النص وعملنا حواليه داير ما يدور بالفلفل الحار على شكل ورده. وهنا دي كانت طريقه التقديم معانا. لو انت حابه تقدمي بطريقه تانية دي حاجه ترجع لك انت. هنا هنعمل مع بعض طبق سبانخ بس حلوه قوي باللحمه. هنجيب حله على النار ونحط فيها معلقه سمنه كبيره، نشوح فيها بصلايه، وبعد كده هنقلل البصلايه لغايه لما يبقى لونها ذهبي فاتح. وبعد كده نحط عليها الطماطم ونحط عليها البهارات بتاعتنا، معلقه بابريكا عشان تعزز اللون، وملح وفلفل اسمر. لو انت حابه تحطي مع تقليه البصل فص الثوم تمام. هنا نحط مع الطماطم بعد ما الطماطم تغلي غلوتين نحط معاها اللحمه اللي احنا سلقينها عشان تشرب من الطماطم. وبعد كده لما تتسبك معانا نحط عليها نحط عليها السبانخ. معلش يا جماعه حقكم عليا. وبعد كده نروح عاملين طشه الثوم زي بتاعه الملوخيه بالظبط، ثوم وكزبره بمعلقه سمنه، وبعد كده نطشي بيها السبانخ ونقدمها بالألف هنا والشفا. وان شاء الله الاكل هيعجب الولاد. وبكده تكون دي اخر وصفه معانا، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير.